لما نيجي نتكلم عن البحر الفرعوني أو المصرف الفرعوني، المسميات كثيرة جدا، ولكن اللي يهمنا في الأمر ده إن احنا النهاردة أمام معاناة بيعاني منها عدد كبير جدا يتعدى 3000 أسرة من صيادين البحر الفرعوني. مأساة حقيقية اتكلمنا فيها قبل كده في تقارير كثيرة جدا، وفي النهاية بنلاقي الحصاد صفر. كان لازم نيجي النهاردة ونتكلم مع الناس دي على أرض الواقع، ونشوف طلبات الناس ديت ايه، وليه السادة النواب بعيد عن الناس دي، وليه قضية الناس دي ما توصلش لمن يهم الأمر. موضوع على أرض الواقع كان لازم ننزل النهاردة أسر جوه الحدث ونتكلم مع أهالينا السادة الصيادين. أتشرف. خالد المقدم. يا أهلا بيك. أهلا وسهلا بك. إيه الموضوع؟ احكي لي باستفاضة، إيه مشكلتك هنا والصيد والكلام ده؟ بالنسبة للصيد في البحر الفرعوني ما يسمى البحر الفرعوني هو بحر ميت اسمه بحر فرعوني، ليه كذا مسمى. بالنسبة للبحر الفرعوني أنا من الناس اللي مصدر رزقي هو البحر. أبويا طلع مصدر رزقه البحر، جدي جدي في جدي في جدي في جدي في كله طلع لا مصدر رزقهم البحر. تمام. احنا ابويا طلع دكاتره وطلع مهندسين وطلع ناس في كليات ومعاهم دباليم بص، بس ده روح، ده حياه. انا من الناس اللي انا متعلم تعليم عالي، بس ما لقيتش مجال وظيفه حكوميه والكلام دوت في كده، فقلت اكسب رزقي بالحلال. خريج ايه؟ انا خريج تجاره. بالنسبه للبحر الفرعوني ما لقيتش، قلت اشتغل فيه بدل معلش ما مدي ايدي او حاجات كتير. لا ده رزق حلال. تمام. حلال ثم حلال. بالنسبه للبحر الفرعوني بيعاني من مشاكل كتير زي كتير. بالنسبه معلش بص يا استاذ ممدوح صلى على النبي، احنا لو هنفند مطالبنا هو المطلب الاولاني لو هنتكلم فيه، انا عايز الدوله تعترف بيا كابن شرعي. بمعنى اتفضل. بمعنى ان انا يبقى ليا نقابه تطالب معلش اسالها وتسالني ليها وعليا. شكل ماليه شكل ما هيبقى عليا. تمام. بس يبقى ليا نقابه في الاول، المقام الاول. معلش تعبت احنا لغايه دلوقتي ما لناش تامين صحي. معلش ما لناش تامينات. ما لناش احنا مش معترف فينا. انا عاوز بعد سن كبير لما اتعب الاقي معلش ليا تامين صحي. وده مش حق من حقوق يا استاذ ممدوح. تمام. ليه حق ابني يطلع نفس الموال، ليه امان. تمام. معلش ما اقولش لابني تعالى اشتغل في البحر يقول لا لا لا، هو ليه مستقبل. طب ما انا لما اطلع وده يطلع وده يطلع وده يطلع وده يطلع وده يطلع لا احنا كنا في الاول البحر الفرعوني دوت كان بيسد نسبه العجز بين اللحوم البيضاء معلش على مستوى المحافظه المنوفيه بنسبه 70%. تمام. احنا بنبيع كل السمك بكام؟ حاليا بعد الغلو ده كله بنبيعه ب 60 جنيه و70 جنيه. بيطلع من هنا ب 60 جنيه. انت لو شفت المزارع بيطلع من قلب المزارع ب 85 جنيه، مع بالي يوصل للتاجر بيوصل ل 90 جنيه، يوصل ايد المستهلك مشوي ب 110. تمام. طب انا دلوقتي بالنسبه للبحر الفرعوني انا طالب بالنقاب. انا بطلعه معلش عشان افند الحته ديت. بالنسبه للسمك انا بطلعه مثلا ب 60 جنيه، ولو في سمك كتير بيطلع ب 50 جنيه. معلش احنا معلش احنا عارفين ان الله يكون في عون الرئيس السيسي. معلش في ناس كتيره تعبانه كتير. معلش مش عارفه تجيب فرخه، تيجي الفرخه ب 300 400 جنيه، كيلو اللحمه بقى ب 450 جنيه و500 جنيه لو عاوز الجوب نضيف. معلش انا لا بديله كيلو سمك ب 60 جنيه 70 جنيه. معلش هياكل ويشرب ومعلش خد فيتامين. بالنسبه للحوم هنتكلم في مشاكلك النهارده ايه؟ مشاكل انا عايز طلباتي اول حاجه في المقام الاول لازم ممدوح النقابه. مطالب بنقابه صيادين. نقابه للصيادين وبعد كده شيخ صيادين. احنا لغايه دلوقتي معلش ما عندناش شيخ صيادين. اي بحر في الدوله بحالها سواء مصرف ولا بحر ولا كده لا في شيخ، ليه شيخ صيادين بيطالب بحقوقهم. بس في هنا شيخ صيادين؟ لا مش موجود. لا ما فيش شيخ صيادين بالانابه نهائي. قولا واحدا ما فيش. عشان نبقى واقعيين لا ما فيش شيخ صيادين يا استاذ ممدوح. طب ده مشكله الدوله ولا مشكلتكم انتوا بقى؟ معلش هي مشكله. بص يا استاذ ممدوح هي قال لك تعالوا جمعوا بنفسكم وعشان ننتخب مثلا شيخ صيادين. طب ما انت ما تحط لي السم في العسل، طب قول لي على الخطوات الجديه
مش الهزليه اللي احنا رحناها قبل كده وعملناها وضحكوا علينا بتوع جمعيه. احنا لنا جمعيه، خلي بالك يا استاذ ممدوح، جمعيه للصيادين. انا عايزك تسجل معاهم، قول لهم انتوا دوركم ايه كجمعيه بالنسبه للصياد، وواجهني بيهم. تمام. وواجهني بيهم. تمام. ادي جمعيه هيطالب بحقوقي، هتجيب لي وتجيب لي وتجيب لي. معلش انا بساعد في الدوله بالنسبه لدي في البحر دوت. انا بساعد شكل الفلاح مش معنى الفلاح له نقابه. جميع المهن لها نقابه، اشمعنى احنا؟ ده اول حاجه. هنيجي للحاجه الثانيه، شيخ الصيادين. ايا كان مين، بس تجيب لي شيخ صيادين. معلش اي حد ينزل عليه هو. انا معلش مش هسمع كلام اللي جاي، انا هسمع كلام شيخ الصيادين لانه ابويا. نرجع هو اللي هيعرف يجيب لي حقي، هو اللي انت فاهمني كده. نرجع للمشاكل. نرجع للمشاكل. بالنسبه للبحر في اللميه، معلش فيه هنا بينزل شرش. شرش بيدمر. هو مش جاي ما بيدمرش، هو جاي من فيشه الصغرى. جاي من فيشه الصغرى. بينزل هو كل فين وفين لما بينزل. طب معلش انت عندك مجاري او ما عندكش مجاري. طب ما الشرش اللي بينزل بتنزله في المشروع، او بتجيب عربيات كسح، والعربيات الكسح بتروح جايه منزلها في المشروع برضك. طب لا، طب ما تسيبه في المجاري، على الاقل هيبقى سماد عضوي. يعني بديهي كده. طب تاذيني ليه؟ انا اذيتك؟ لا ما تاذينيش. يعني هو بيأثر عليكم الشرش ده؟ طبعا بيأثر على. بص يا استاذ ممدوح، احنا كان الاول ايه موال الشرش لما كنا الميه نظيفه. معلش انت لو جت السمكه بخت من بقها، ده عالم غريب في حته السمكه لما تبخ دي يا جدعان. كون اقسم بالله العظيم عش. لما السمكه كانت بتبخ كانت نسبه بخها كانت بتنجح بنسبه حوالي 95%. حاليا دلوقتي بتنجح بنسبه 30%. ليه؟ بسبب التلوث. طب ما انا ما طالبتش الدوله. احكي لنا موضوع البخ. لا احكي لنا موضوع البخ ده الاول بعد اذن حضرتك. انا ما طالبتش الدوله بتنميه، ومش عايز منها تنميه. البحر لوحده بيتنمى. تمام. من الاخر، بس ادونا شويه ميه نضاف. ادونا شويه ميه نضاف. طيب بالنسبه للسمكه، هرجع للمرجوع بتاع السمكه. السمكه دي بتمر بدوره. بص هي بتبخ في السنه مرتين على فكره يا استاذ ممدوح. ماشي. مره في شهر 4 و5. عايزين نوضح ايه موضوع البخ ده لاهالينا. ده بص ده كون ده عباره عن بطروخ بيبقى في بطن السمكه، بيطلع كده على دقناء، بتربي دقن. لما تيجي الاول بتروح جايه حطاه مهيئاه نفسيا وجسديا وكل حاجه في بقاه، الاميه تخشه تعلمه العوم، تعلمه ازاي العوم، تقوم تسيباه وبعد كده تلمه تاني. السمكه بتلمه تاني فين؟ في الدقن. ايوه السمك الصغير اللي هو الزريعه، اللي هو اللي هيبقى بقاء البحر الفرعوني. يعني كده بتشرح لاهالينا طبعا. ده كون يا جدعان. ملك عش. وانا قاعد في البحر ليه؟ عشان انا بعشقه. مش والله العظيم. انت بقول لك على حاجه يا استاذ ممدوح، مع ان حياتي ما قلتش الكلام دوت. انا على فكره انا معايا ايه ولد وبنتين في كليات. الحمد لله رب العالمين. وهتقول لي بتصرف منين؟ اقول لك والله العظيم البحر. بس هتقول لي ماشي ازاي؟ اقول لك ببركه ربنا. والله العظيم ما اعرف هي ماشيه ازاي معايا، بس ببركه ربنا. ايه المطلوب من الدوله تخدم عليك النهارده كراجل صياد؟ نقابه، شيخ صيادين، شويه ميه نضاف. مش التنميه، لا. السمكه بتبخ مرتين في السنه، مره في الشتاء ومره في الصيف. وبخت الشتاء بتبقى احسن من بتاع الصيف كمان. تمام معايا، لان بختها بتبقى ايه، خلاص دخلت على الاميه. هو علم عامه واحنا يمكننا عايشين فيه حافظينه. تمام. لو عايز اشرح لحضرتك في شهر 3 أو 4 تيجي تعمل تصور معايا واوريك السمكه من اول ما بتبتدي تتكاثر لغايه لما تربي بطروخ، لغايه لما تربي حب في بطنها، لغايه لما يكمل، لغايه لما يبقى خلاص هي مهيأ انه يطلع، لغايه لما تبخه وبعد كده بتلمه تاني. وبعد كده لما تعرف ان هي امنت عليه تروح جايه سايباه في البحر. يقوم يخش فين يا استاذ ممدوح؟ شويه البوص دوت. نعم. معلش ما عايزنا حضرتك هات البوص اهو. جبناها ماشي. الزراعه دي بتخش في البزامه ديت، اسمها بزامه او اسمها بوص ايا كان في اي بلد عامه. بتخش في قلب البزامه دي. بتخش صغيره حلوه قوي كده. اللهم صل على النبي. بتطلع حوالي يعني 3 عقله 4 عقله. خلاص تهيأت وتطلع للايه؟ للبحر. نبتدي احنا نشتغل عليها. ما بنشتغلش عليها صغيره لان احنا بنحافظ
على الزريعه، بنحافظ على التنميه. احنا بنجيبها كبيره علشان خاطر تروح للمستهلك نظيفه، سمكه نظيفه. بالنسبه ادي مجال الاميه. طب الناس دلوقتي بتقول لك السمكه النهارده اللي في البحر الفرعوني، نظرا للشرش اللي بينزل في الميه دي، نظرا لعمليه الصرف الصحي، هل السمك ملوث؟ يعتبر ملوث ولا لا علميا؟ لا علميا انت راجل بتقول لي انا بكلمك علميا يا استاذ ممدوح. ما يبوظ السمكه بتاعتنا ديت الا حاجه واحده بس، نسبه الرصاص في الاميه. زادت نسبه الرصاص في الاميه افسدت السمكه. احنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله احنا فرع نيل. تمام. برضك مهما يكن احنا فرع نيل. تمام. لا ما عندناش نسبه الرصاص في الاميه. وعن يعني نقدر نقول السمكه في البحر الفرعوني امنه. امنه. انا لو مش امنه مش هاكلها ليا ولعيالي. يعني انا معلش خليني انا راجل وحش وهدي لحضرتك سمكه مش حلوه. طب انا هرضاها لعيالي؟ هرضاها على نفسي؟ لا انا بفطر على فكره، الدنيا بحالها انا بفطر سمك الصبح. يعني لو ما جبتش السمك بعته واصرف منه ممكن يبقى يجي حاجه على قد كده ما تنفعش تنباع اكلها. وده برضك اللي بيخليني اعدي 3 شهور عشان ما يقولش ما يطلعش واحد يقول لك يا 3 شهور وما بتصرفش. لا هي ديت برضك بالنسبه للحاجات معلش، بطين بنقضوهم في يوم، ده فرخه مربيينها، ده بطايه، ده سمكتين جبناهم وما ينفعوش ينباعوا. انت اسعدتنا. الله يخليك يا استاذ ممدوح. اسعدتنا والله. لقاء شيق جدا، وان شاء الله يعني لنا لقاء اكتر واكتر نكمل فيه والله ان شاء الله العظيم. يا ريت يا ريت يا ريت تبقوا متواجدين معانا على ارض الواقع ان شاء الله. ومعلش اللي في ايديه حاجه يقدر يعملها. معلش رئيس الجمهوريه مش هينزل من عنده ويجي لي هنا. بس في موظفين هم اللي يجوا عندي هنا، اللي هم شغالين. معلش هو قطاع كله موصل ببعضه. انت لما تديني حقي كدوله وتديني حقي كتنميه وتديني حقي كمشروعات وما نضاف وتديني حقي كنقابه وتديني حقي ككذا ككذا، معلش مفيش واحد هيطلع يقول لك ده انا مش عارف. لا يا باشا، في سمك عندك اهوت بدل ما بطلعه ب 60 جنيه لا انا هطلعه ب 30. لا عندي كفاءه هطلعه ب 20. تمام. ما هو كتير هطلعه ب 20. معلش انا صوتي عالي بس من ايه؟ من زعلي على شويه الاميه دمر. اسعدتنا. الله يخليك. شكرا جزيلا.